يقول كان عندهم في الحي مؤذن ظروفه صعبة. يقول كنت معوده كل ما أحتاج أعطيه، كل ما جات فاتورة الكهرباء برسلها لي سددتها، كل ما المهم يقول حاطن عيني عليه. يقول وأنا متزوج الحمد لله ومعي زوجة أحبها حب جنوني، وما شاء الله تبارك الله كل أبو اللي جاني منها أولاد، وتعرفوا اللي يكثر عنده أولاد عيون الناس عليه. يقول يوم جاء ذاك اليوم كانت حامل، والله ما أدري هو الحمل السادس أو السابع أو الخامس ما أدري، المنى كانت حامل وولدت. ويقول رحت الاستراحة فيها ناس واجد ومن ضمنهم سولفوا وش سويت وش أشغلك عنا، قال والله أبشركم الحمد لله جالي مولود. يقول واحد منهم يقول ما انتبهت لنا، قال مولود الخامس مدري السادس، علق عليه وعلى المرأة، الله أعلم أنه صاب المرأة. يقول رجعت البيت ما مداني أجي أصلا أطلع من الاستراحة إلا جوالات يدق العيال، قال يا أبوي أمنا. يقول القطنة وديناها المستشفى ودخلت في غيبوبة. يقول سبحان الله قعدت يمكن فترة والله ما أدري أسبوع ولا غيره. يقول وأنا والغيبوبة يا إخواني كألفة يا إخواني. يقول في حيرة ما يعلمها إلا الله تعالى، لا هي باللي ماتت ونبتسي عليها وندفنها، ولا هي باللي عاشت ونروح نعالجها، والغيبوبة حتى المستشفى يقولون لا تنقلها ولا نقدر ننقلها، يعني من غير تعاين لك في جنازة النفس يقول سدية وتعاين. أسأل الله أنه يشافي كل مريض وأنه يشافي كل راعي غيبوبة ولا غيرها، أسأل الله أنه يشافي كل مبتلى. يقول وقعد في هم ما يعلم إلا الله تعالى. الورع مالود والورعان في البيت مثل الطيور يتصايحون يبون أمهم. وتعرفون المرأة إذا طلعت من البيت أنحاس البيت كله، والله ما تقدر لو يجوا 5 رجال إنه ما يقدر يقدم الدور يتقدم المرأة، ما هو بالدورها العضلي ولا القوة، أدري إن الرجل قوة منه، لكن في هناك عاطفة وهناك يعني مشاعر وأحاسيس ولين جعل في النساء سبحان الله، وهذه من فضل الله تعالى عليهم، ما هي في الرجل. بعد فترة أسبوع ولا مثله يقول هم لي رضيت زيدان نسيت أنا، هم لي يدقدق علي. يقول عاين في الجوال، يقول فأقول في خاطري أزعجني يا بالحل ليتني ما أعطيت، أزعجني الحين يبغاني أسدد له فاتورة ولا يبغاني أسلفه، ماني برد عليه. يقول وأخليه سبحان الله. يقول يا مراد الله بعد ما أشغلني يقول أرد عليه اليوم الثاني يا ولد أنت ايش فيك الله يصلحك. يقول بزعل كذا، قال يا أبو فلان كيف حالك عساك طيب؟ قال يقول قلت الحمد لله. قال يا أخي أنا بسألك سؤال بالله ولو هو من خصوصياتك سامحني يا أخي، بالله عليك في أحد من أسرتك تعبان؟ يقول يا مقاله يقول صدمني. قلت وش درك أنت؟ تعرف زوجته وش درك أنت؟ قال أسألك بالله فيه ولا ما فيه؟ يقول قلت اي والله فيه زوجتي في غيبوبة. قال يا أخي أنا لي 3 أيام ويجيني منبه في المنام يقول روح قل لفلان ترى مريضه سببها فلان في الاستراحة. ذا الحين 3 مرات ينبهني المنبه، ذا الحين ترى مريضك ومرتك جايها عين من فلان، خله يروح يغسل لها ولا يذكر الله عليها وبإذن الله أنها تسلم. يقول قفل من عندي أنا الآن في صدمة ما هي بسيطة. أول شيء لأن الله تعالى راد بخير، وراد أيضا في نفس الوقت أن يأدب رب العزة والجلال. هو شايف أن له فضل على المسكين هذا يوم يعطيه مال، والمال مال الله، والله يوريه أن الفضل لله تعالى. شافه أكبر من فلوسه. يعني هو الآن لو نجي نقول مرضك تصحى من الغيبوبة ونبغاك تعطينا 10 مليون 20 مليون ما يدفعون؟ الآن في بعض القضايا القصاص يدفعون 50 مليون. ليش يدفعونها؟ يدفعونها من غلط الشخص الموجود الآن. فأراد الله أن يأدبه ويقول شوف مال الصدقة هذا ترى ما ضاع، احنا حافظينه لك ورديناه لك عن طريق هذا المسكين اللي كنت تصدق عليه بطريقة غير مباشرة وشافينا زوجتك. شوف هذا تأديب من الله تعالى وتثبيت لفضل الصدقة. يقول عود أدق على الاستراحة اللي يمون عليهم الاستراحة، قلت تكفى يا أبو فلان، أنا في واحد علمني يقول ما قلت إنه رؤيا وقال إن فلان عيون، هو عيون؟ قال إيه والله يا ما تعيون. قال ادخل على الله ثم عليك، أنا ما أشتريها كلمة يا أخي، أما كلمة ولا أخذ لي فناجيله ولا العجم حقه لما أخلص المهم أعطني طريقة أبغى مرتي. خذ من الأثر. إيه فعلا، وخذ من الأثر حقه مدري ما العجم مدري وش خذ. يقول رحت به المرة حطيته في قارورة ووضيتها به ورشيتها به وقريت فيه بعدنا وحطيته فيه. يقول عاين في الأجهزة أبغى أتحرك، يقول ما أتحرك. يقول فرجع لي الشيطان. والشيطان ترى يا إخواني دائما يحاول يخذل الذين آمنوا. الشيطان يحاول يحزننا، الشيطان يحاول يفقدنا الأمل، لأن بدون الأمل لن نعيش في هذه الحياة. لأن الله تعالى خلقنا في هذه الحياة في دنيا كبد، دنيا تعب وشقة ودنيا اختبار. لولا الأمل وحسن الظن بالله تعالى ما عشنا يا إخواني، والله ما نعيش. فالشيطان أول هدفه أنه يضيعك من الأمل هذا.
يقول جاني الشيطان قال الله يصلحك بس بيح دراهمك هذا المذل، ثم ضحك عليك ذا الحين رحت تلاقيه مغسال العرب واثرهم وادفالهم وريقهم وتطشها على المسكينه ذي اللي هذا اللي منك نفعه وهي طايحه. يقول واطلع اركب سيارتي وانا اشد حزنا من اول. تعرفون الواحد له فرح وبعدين انصدم. يقول اروح البيت يقول ويني مع عيالي، اعطي ذا خبزه يعي منها، واعطي ذا بروست يعي منها، واعطي ذا وذا يبكي وذا يضرب ذا وكل واستغير كل ما راح وجاء قال وين ماما؟ وين ماما؟ ما يدري انه في غيبوبه، واقول بتجي يا ابوك مسافره بتجي في حاله. يقول شيء من التلفون المستشفى يدق. يقول يوم شفته قلت لا اله الا الله. ماتت بيعلموني ذا الحين. يقول والله اني فاتح الحن واني خلاص دموعي خلاص انا السلام عليكم اللي هو احد المناوبات ابو فلان ابشرك فلانها بخير وتسال عنك. يقول وانا اسجد سجده لله تعالى وانا اتادب ادب وانا اتذكر هذه الصدقات اللي كنت اعطيها الرجال. يقول نسيتها انا ما تسوى شيء، يمكن اكبر شيء فاتوره ب 300 ريال، لكن الان شوفوا كيف هذه كانت سبب. يقول اروح لزوجتي، يقول يوم جيت زوجتي هم لها صاحيه هم لها قاعده اول ما دخلت عليها هم لها كان ما جاها شيء ولها تقول ولها زعلانه تقول مطنشني رميتني في المستشفى ورحت رميتني وخليتني ما جيتني. يقول قلت اسكتي اسكتي بعلم ايش حصل عنا في فتره الله يهديك يا بنت الجواد ابسنتي سلمتي ما عاد ابغى من الدنيا شيء. يقول فعلمني ربي سبحانه وتعالى ان هذا المال ما ضاع. مال الصدقه يا اخواني ما يضيع. ترى اللي يضيع اللي نحطه في المطعم واللي نحطه في اكل واللي نعطيه الولعان يلعبون في الملاهي واللي نخابط به واللي نهايط به، ترى ذا يضيع. الصدقه ما تضيع. ثم